بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. في الفيديو اللي فات عملنا مع بعض الكوستر، وقلنا ان احنا هنبدأ مع بعض سلسلة فيديوهات لمشروعات كتير ان شاء الله ننفذها مع بعض واحدة واحدة. انا في الفيديو ده هعمل معاكم ان شاء الله يعني الباسكت مقاس اي مقاس بقى حابينه، مقاس 15، مقاس 20، مقاس 25، مقاس 30. انا هقول لكم على التكنيك ازاي وانتوا تقدروا تنفذوا اي مقاس. انا النهارده ممكن مثلا انفذ معاكم المقاس الوسط اللي هو 25، بحيث ان انا وانا شغاله هقول لكم ازاي نكبر وناخد بالنا ان القفله تكون مظبوطه في مسكه الخيط والشغل، وازاي الباسكت ممكن يطلع معانا مفتوح، يعني كأنه كده اللي هو الزهرية بتاعت الزرع كده، ممكن يطلع معانا مظبوط فوق زي تحت. يعني انا لو هعمله 25 مثلا يبقى فوق 25 او 26 بالكتير، اللي هو المقاس يبقى من تحت زي فوق، يبقى طالع كده مستقيم من فوق زي تحت. او اللي هو مثلا لو هعمله زي قصرية الزرع كده يبقى مثلا من تحت 15 سنتي ويطلع على واسع كده. فده كله تكنيك حسب الشغل. فانا هعمل معاكم مقاس 25 سنتي، ده المقاس الوسط. تقدروا بقى بنفس الطريقة تنفذوا اي مقاس. بنلفها على الطرف هنا، وبعدين بنلف دايرة كده بايدينا، نحاول نضيق فتلة البداية دي كده ونلف دايرة حوالي سطرين 3 لغاية ما الدايرة تكبر معانا وتدخل بس تحت دواسة المكنة. بسم الله، ونبدأ نخيط من اخر فتلة وقفنا عندها لغاية ما نلف دوران للبداية اللي انا بدأتها خيط، وبعد كده ارجع اهو انا ثبت كده، وبعدين ارجع بقى للي انا سبتها في الاول اللي هي الدايرة بتاعت البداية دي عشان اعرف اشتغل. ارتفع. انا قلت هعمل معاكم المقاس الوسط اللي هو 25، فهفضل اشتغل بالحبل ده لغاية ما توصل القاعدة معايا 25 سنتي. بصوا كده بقى، ركزوا معايا في الحتة دي. انا فتلة البداية اهي حاطين قصادها علامة، هنقيس كده هنلاقي ان هنا 25 زي ما انا عايزة، وهنلاقي الدايرة قطرها كله 25 زي ما انا عايزاها. فهوقف قصاد العلامة بتاعتي. بصوا بقى ركزوا في الحتة دي قوي، عشان هي دي اللي على اساسها هيكون شكل الباسكت بتاعنا. ده الاساس اللي هنبدأ نطلع عليه للباسكت بتاعنا او المنظم اللي احنا شغالين فيه. بمعنى ان الحركة بتاعت ايدي وانا شغالة هي اللي على اساسها هيكون شكل الباسكت بتاعي، زي ما اتفقنا ان هو هيطلع كده مفتوح او هيطلع مظبوط من فوق زي تحت. طيب اول حاجة هعملها، اول حاجة بعملها خالص، برفع الجزء بتاعي بايدي الشمال كده، كف ايدي اهو، واللي ساند صوابع ايديا. هلف سطر واحد دوران، سطر واحد دوران بنفس الشكل ده كده. ارتفعت كده اول سطر، باجي رافعه الجزء ده كده لوش المكنه وبشتغل سطرين 3 لغايه بس ما اعمل اول دوران للباسكت بتاعي. بصوا ايدي اهو، هتبدأ الملامح بتاعته تظهر معايا اهي. نفس اللي انا شغالة بيه ايدي كده والخيط، بس بقى هنا انا ارتفعت سطرين 3 اهو. هعمل ايه؟ الخيط ده، الخيط هفضل ماسكه الخيط وشداه كده، مش شداه جامد، ساندة الخيط عشان ما يرخيش
للباسكت. يعني لو انا سبت الخيط يمشي كده زي ما كنت شغاله الكوستر، الباسكت نفسه هيكون مرخي ويطلع معايا مش مظبوط في المقاس. فانا بمسك فتله الخيط كده وابقى شداها، ما بقاش زنقه على ايدي قوي، وفي نفس الوقت ما بقاش مرخياها للمكنه، ببقى شداها كده. برفعها كده، مش كده لفوق، لا كده ليا انا كده، واحده واحده كده، وكل كام سطر اجي حاطه المزوره وقايسه. شايفين اللي معايا ازاي؟ بصوا تحسوا ان هو ماشي كده بخط مستقيم. فهو دوت الحاجه اللي انا بعملها بتظبط معايا مقاس الباسكت او شكل الباسكت. طيب انا لو عايزه الباسكت يطلع مفتوح، مش بعمل الحركه اللي انا بعملها دي، تمام؟ بسيب الباسكت يمشي معايا براحته على المكنه. ببص الاقيه كل ما بكبر في المقاس كل ما البق بتاعي او الفتحه بتاعه الباسكت بتكبر معايا. بصوا شايفين اهي شكله مظبوط ازاي. كل ما بسيب الخيط وارخيه كل ما الباسكت بيوسع معايا وهو طالع. فانا مش انا بقى حسب الموديل اللي انا عايزاه. بصوا هتبدأ يعني هنا 25.5 واحدة واحدة واحنا طالعين. هيبدأ احنا قلنا هيكون 25 بالظبط، هيكون 25 26، يعني معانا 1 سنتي براح كمان، فمش هيزعلنا في حاجة. فكل ما انا ماشية مظبوط وواخدة بالي من الخطوة بتاعة شد الخيط دي، الباسكت هيطلع معايا شكله مظبوط. والواحد سنتي اللي هو الزيادة ده انا مش مزعلني في حاجة، بفضل شغالة عادي. مش لما بلاقي في مشكلة في ال1 سنتي بسيبها عادي، او النص سنتي دول، وبفضل بقى شد الخيط كده واشتغل. انا ببقى شداه كده ورافعاه سن وبفضل اكمل لغاية ما اوصل للطول اللي انا محتاجاه. انا باخد بالنظر كده، هو طالما الباسكت شكله مظبوط معايا في الشكل، فكده انا محتاجه ان الباسكت المقاس اللي انا بعمله يكون مظبوط معايا في الشكل، هو ده اللي يهمني. عايزه اعمله منظم بنفس الطول ده كده، او باسكت بنفس الطول ده كده. عايزه اعمله مثلا للسفره واعمل فيه شويه كسترات احطهم فيه، فاكهه، طبق فاكهه، طبق عيش، هنرتفع نعمله لحاجه للزرع، باسكت للزرع عندنا. يعني صنفي بقى زي ما انت عايزه بنفس الطريقه دي. ده مقاس 25، وهنا العلامه بتاعتنا بنقف عندها بنفس الطريقه اللي احنا وقفنا عندها مع الكوستر. بقص كده وباجي جايه من الحرف واجي واخده زاويه كده في القص، وهنا بقى بصوا اهو بيجي كده معايا للنهايه، بيبقى رفيع كده، واجي جايه في الطرف كده واجي عامله كام غرزه بالفرماتوره رايح راجع كده لغايه ما اثبت الغرزه بتاعتي. وده كده بالنسبه لي الباسكت بتاعي او المنظم. اعملوه بقى باي مقاس تحبوه، يعني ان شاء الله يا رب ترتفعوا مقاس 50 سنتي. جميل جدا وشغله حلو، ويعني واحده واحده مع الشغل، والخيط ده اصلا ممتع في الشغل يعني، ولذيذ خالص اللي هو الحبال الخيش ده. بصوا كده ده باسكت معمول بنفس الطريقه، بس طبعا هو متبهدل عشان كان يعني مرمي في كل حته. عملنا الدايره وارتفعنا، بس سيبته يرتفع، ما عملتش القاعده او الشغل اللي انا عملته في ده. شايفين ده عامل ازاي اصلا؟ ماشي. فانا سيبته ارتفع فبقى عامل زي قصرة الزرع. انا مصوره ليه فيديو على القناه، هحط لكم اللينك بتاعه ان شاء الله في صندوق الوصف. فلما سيبته طلع معايا كده زي قصرة الزرع، طلع بوسع كده، مش طالع معايا مستقيم، هو بس متطبق من الركنه يعني. انما ده الفرق ما بين ان انتي
تمشي بنفس التكنيك اللي مشينا بيه هنا، او الفرق ان انت يا دوب توصلي للمقاس اللي انت عايزاه وتسيبيه بقى الخيط يمشي معاكي عادي خالص، ما تبقيش واخده بالك من الفتله او رافعه الفتله زي ما رفعناها والكلام ده كله. تمام كده. يلا نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، وبرده لو في اي استفسار اكتبوا لي في الكومنتات.